يا مساء الخير والهنا والسعادة على عيونكم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير، وحشتوني جدا. النهارده الفيديو بتاعنا حلو قوي، بعيد بقى عن جو المطبخ والروتينات والطبخ والحاجات دي. هنخرج خروجه مع بعض كده حلوه قوي، وهناخد جولة في محافظة السويس، وهنتغدى بره ونتعشى ونحلي كمان وكل حاجة. النهارده اليوم حلو قوي، كملوا الفيديو للاخر هيعجبكم جدا. اول حاجة كنت عايزة كده اوريها لكم، دي مبنى محافظة السويس زي ما انتم شايفين. ده مبنى المحافظة الجديد. طبعا كان في مبنى قديم يعني اقدم من دوت، بس ده بعد التجديد، ده اللي عملوه جديد. وطبعا حلو جدا، والمكان اصلا دوت تحفة. يعني الناحية التانية كده قدام المحافظة نفسها في زي مكان كبير قوي، جناين مفتوحة كده واسعة، الناس بتقعد فيها كده بالليل في الهوا. حلو قوي قوي. انتوا اكيد واخدين بالكم ان الدنيا فاضية. ده طبعا كان الوقت اللي هو العصر كده او بعد العصر على طول، فاحنا كنا متعمدين ننزل في الوقت ده عشان ما تكونش الدنيا زحمة، لان من بعد المغرب بتبقى الدنيا زحمة جدا، بيبقى خلاص الشمس راحت والجو بقى حلو. فاحنا قلنا لا، نخرج كده في الجو اللي هو يعني حر شوية بس نستمتع بالدنيا فاضية. وكده كده احنا هنكمل باقي اليوم بره، وعشان نكون قضينا وقت كبير قوي بره. فاهمين قصدي؟ كده اوريكم منظر الجناين والزرع الاخضر ده في الشمس، شكله تحفة جدا. واصلا العين بتحب تشوف الحاجات الخضراء دي، بتبقى تحفة قوي. كده بقى احنا رايحين على الكورنيش من ورا. ده استاد السويس طبعا، اكيد معروف يعني. بيكون فيه مباريات مهمة، بس الحمد لله اليوم ده ما كانش فيه اي حاجة، لان لو كان فيه اي مباراة طبعا كان هيبقى الطريق مقفول، مش هنعرف نعدي من الحتة دي خالص. فالحمد لله كانت الدنيا تمام يعني، والدنيا كده هادية مفيش اي حاجة. احنا كده بقى كنا رايحين على السويس، اللي هو الحلواني والكافيه، اللي هو فاتح في جنب منتجع لوسيندا. طبعا زي ما بقول له كده، بص ده اخر الكورنيش بقى، كلها بقى محلات وكافيهات ومحلات اكل ومحلات لعب اطفال، ومكان تحفه بصراحه. فاحنا ده كده بعد ما اتغدينا، يعني انا جبت لكم الاول الحته دي، والاخر بقى هجيب لكم احنا اتغدينا فين. بس الاول قلت كده اجيب لكم الكافيه اللي احنا قعدنا فيه، عشان كان تحفه قوي وعجبني قوي، فقلت كده اصوره لكم عشان برضو لو حد مش عارفه. هو اكيد طبعا مشهور في السويس، ناس كتير عارفاه، بس عشان لو حد مش عارفه يعرف كده ياخد فكرة عنه. المكان تحفة جدا، لان احنا في الجو الحر اللي احنا فيه ده، الجو نار، صعب ان الواحد يخرج بالنهار في اي مكان مفتوح. عايزين نخرج بالنهار في وقت اللي هو الدنيا منورة، عشان في ناس ما بتحبش خروج بالليل. فلو عايزه تخرجي بالنهار، تقعدي مثلا انت وخطيبك في مكان كده هادي حلو، انت وجوزك، انت وصاحبتك، اي حاجه، المكان ده تحفه جدا جدا جدا. اولا اسعاره كويسه جدا بالنسبه لمكانه، بالنسبه لان هو كافيه على الكورنيش، وان هو كافيه على الشارع العمومي بره جنب لوسيندا. طبعا بالنسبه للمكان اسعاره كويسه، لان هو اللي على اليمين يعني الفيو بتاعه حلو قوي، اللي هيقعد ناحيه اليمين هيبقى قاعد على الشارع العمومي شايف الكورنيش من الناحيه التانية، اما اللي هيقعد على الشمال هيبقى شايف منتجع لوسيندا والبسين اللي فيها والجو الحلو اللي فيها ده. فبصراحة هو الجو فيه تحفة جدا، حتى القعدة هناك انتوا والله العظيم تخشوا المكان مش عايزين تقوموا. يعني انتوا بتحسوا براحة كده، سبحان الله، دي حاجة من عند ربنا عشان ده رزق اصحاب المكان. المكان فيه كمية راحة مش طبيعية، يعني ما شاء الله ما شاء الله. المكان دوت صبح ظهر الليل في اي وقت ما زحمة جدا، واللي هو على طول زحمة، على طول في ناس رايحة جاية عليه. فبصراحة ربنا يبارك لهم يا رب في رزقهم، لأنه فعلا مكان يستحق إن الواحد يروح يقعد فيه ويتبسط ويشرب كده حاجة كويسة، ياكل حاجة حلوة. فهو حلو قوي. هو الأول كان حلواني، وبعدين ربنا كرمهم يعني ووسعوا المكان وخلوه كافيه وحلواني في نفس الوقت. يعني انت بتقعدي هناك بتطلبي أي حاجة من المنيو، أي حاجة حلويات، أي حاجة تشربيها، سواء سخنة أو ساقعة. وممكن كمان تقومي تختاري أي حاجة من الباترينا اللي هي بيكون فيها كل أنواع الحلويات بقى والجاتوهات والحاجات دي، تختاريها. لو انت مش عايزه من المنيو، عايزه تشوفي الحاجه بعينك، تقومي تختاري الحاجه. لان زي ما انتم شايفين انا مصوره لكم اهو، لان في ناس بتبقاش عارفه مثلا اسامي الحاجه، عادي جدا على فكره. فهم عارضين الحاجه برضو زي ما انتم شايفين قدامكم كده. ممكن حد يقوم لو مثلا مش عارف يطلب من المنيو او مش عارف اسامي الحاجه، بيقوم يطلب كده مثلا انا عايز الحاجه دي، وعايز مثلا معاها نسكافيه، عايز معاها كابتشينو، عايز معاها هوت شوكليت، اي حاجه. فهو المكان صراحه جميل جدا، والاستاف اللي فيه الناس مش قادره اقول لكم، منتهى الذوق والادب بجد. اتبسطت جدا من معامله الناس. يعني بصوا احنا كنا قاعدين في المكان ده، احنا لما رحنا قعدنا على الترابيزه دي، طبعا اول ما رحنا جابوا لنا كده الويلكم درينك اللي انا صورت لكم في الاول كده. اول ما رحنا طبعا جايين من حر وجو صعب جدا، اول ما دخلنا كده جابوا لنا الويلكم درينك دوت، وكان ساقع كده وجميل. فنزل كده عمل لنا ريفرش كده اول ما دخلنا المكان. بعد كده بقى نبتدي نطلب بقى نشوف احنا عايزين ايه. فبصراحه المعامله لذيذه قوي. كنت عايزه اقول لكم كمان ديكور المكان حلو قوي الديكور. ده بقى الجنب اللي الشمال، اللي الناس قاعده على الجنب الشمال تشوف الفيو ده. طبعا فيو حلو جدا. الناس قاعدين على البسين. طبعا البسين ده في منتجع لوسيندا، اكيد طبعا الناس عارفه. بس زي ما انتم شايفين هناك اهو البحر ده، بحر الكورنيش. فبصراحه الفيو حلو قوي.
ده الفيو اللي على الشمال، اما الفيو اللي على اليمين اللي هو على الشارع العمومي اللي احنا جايين منه. تمام كده. احنا لما رحنا كنا قاعدين على الترابيزه في النص، او مش في النص قوي يعني، بيننا وبين الفيو ده ترابيزه واحده. ما انتوا شايفين كده كنا بنكلم الشاب اللي هناك، قلنا له احنا عايزين الترابيزه الاول، ترابيزه تفضى جنب الفيو دوت، احنا عايزين نقعد فيها. فقال لنا خلاص تمام ماشي، بس المشكله هناك ان الناس اللي بتروح تقعد ما بتقومش. والله العظيم بجد المكان تحفه جدا. الناس مثلا تاخد حاجه تشربها وتقعد تكمل قعدتها، يعني مثلا ممكن الناس تبقى خارجه اليوم كله قاعده في المكان ده. المكان لذيذ وتحفه، وطبعا التكييفات هناك مركزيه فالجو جميل جدا. طبعا مشغلين اغاني، عاملين كده جو حلو في المكان. كمان الشاشات شغاله لان حد عايز يتفرج على التلفزيون، بس طبعا اكيد محدش بيتفرج على التلفزيون في المكان ده، بس برضه مشغلينها. فالمكان لذيذ يعني. وهم من النوع اللي هم مش مثلا اخدتي حاجه شربتيها، حتى لو شربتي كوبايه شاي اقولك مثلا الحساب اهو اتفضلي، لا براحتك يعني. الناس كلها قاعده براحتها براحتها يعني. اللي هو ممكن مثلا حد يقعد 4 5 ساعات عادي قاعدين بقى نتكلم نحكي. فدي الحاجات اللي احنا طلبناها زي ما انتم شايفين كده. حاجه طبعا واضحه قدامكم. ده كان وافل نوتيلا بالفاكهه، كان تحفه جدا وخفيف، مش اللي هو الحاجه اللي بتحس ان هو قفلت الواحد كده، لا. ما كانش ينفع بقى اللقطة دي تعدّي عليَّ وما يعيشكوش معايا اللحظة. كان في عيد ميلاد هناك وكان الجو تحفة جدًا. كان في بنات كده عاملين مفاجأة لبنت زميلتهم، وكانوا بقى محضّرين لها الحاجة قبل ما هي تيجي. وأول ما دخلت المكان راح الكافيه نفسه شغّل لها طبعًا أغاني عيد ميلاد، وكانوا الكافيه نفسه معلّقين بلالين وقعدوا يوزّعوا بلالين على الأطفال كلّها اللي هناك، وأي طفل كان بيخش كان بيدّوا له بالونة. فبصراحة هُم لُذاذ جدًا واستقبالهم حلو أوي، يشجّع إن الواحد يروح مرّة و2 و3. تمام. زي ما باقول لكم إحنا قعدنا بالليل بقى، يعني ده كل واحد بيروح هناك بيطوّل يعني. إحنا كنا رايحين بالنهار زي ما أنتم شايفين، إحنا أهو بالليل. فكنا الحمد لله ربنا كرمنا ونقلنا على ترابيزة جنب الشباك. ده بقى كنا كده خلاص قربنا نمشي، فالشاب اللي هناك قال لنا استنوا ثواني، احنا في حاجه بنجربها جديده، نوع حلويات جديد بنجربه. فبنعمل كده تيست، عينه عشوائيه لكذا ترابيزه كده على المكان، ان هم يجربوا يقولوا لنا رايهم فيها ايه. طبعا احنا جربنا النوع ده بصراحه كان تحفه تحفه جدا. انا عن نفسي ما اعرفش اسمه ايه. هو مش كيك، مش تورته، مش جاتوه، مش كل الحاجات دي. هو ما تفهموش كده حاجه طعمها تحفه. فجربناها وقلنا لهم لا تمام حلوه قوي، زودوها في المنيو. والفتره الجايه يكون عليها اقبال جامد جدا، لان هي نوع حلويات جديد، بس بصراحه خطيره جدا. ده بقى كان طريق الكورنيش كده. كنا احنا بقى كده مروحين. طبعا هو عشان يلف فبياخد كده طريق حته كده من الكورنيش وبعدين يلف ويطلع بقى على الناحيه التانية. فكنت حابه المكان ده قوي، لان بصراحه بحب التمشيه على الكورنيش جدا، خاصه بالعربيه. يعني بحب اتمشى على الكورنيش بالعربيه. طبعا الكورنيش طويل مش هنخلصه كله على رجلينا، فبالعربيه بيبقى احلى كتير. ده بقى كده كان نص الخروجه التاني، اللي هو من قعده الكافيه والحلويات والحاجات دي لحد بالليل وخلاص روحنا بعدها. تعالوا بقى شوفوا نص الخروجه الاولاني اللي هو كان بالنهار، لاني جبت لكم الجزء التاني في الاول عشان بس الكافيه يديكم كده شويه بهجه يحسسكم انتوا خرجتوا معايا. بعد كده هكمل لكم بقى اليوم من اوله، اللي هو كان بالنهار اتغدينا فيه عند عبد وارث او اولاد وارث، او كلمه وارث عامه هي معروفه في السويس ان دوت مأكولات بحريه، سندوتشات بقى. طبعا ما كانش ينفع بقى ان احنا لسه بادئين خروجه ولسه خارجين، مش هننفع بقى نشرب شوربه وناكل بقى حاجات ونلغوص الدنيا، لا احنا كنا هناكل سندوتشات. وهو عنده الاسعار بصراحه حلوه قوي قوي، يعني اسعاره لسه 15 20 25 جنيه، وحاجته نظيفه. يعني هو نظيف واسعاره حلوه، لان اصلا يعني الكميه مش كتيره، يعني مش هنبقى مقفورين في الكميه والسعر قليل ده، لا هي الكميه مناسبه للسعر. طبعا بيكون العيش الفينو العادي اللي هو الصغير ده، بيحط لك فيه كميه على قد اللي انتي طالباه يعني. حبيت كمان اصور لكم المنيو عشان لو حد عايز يروح يبقى عنده فكره عن الاسعار. الاسعار طبعا هي مش غاليه خالص، حلوه قوي قوي الاسعار بتاعته. كمان لو حد هيروح يبقى عارف تكلفه الاكل ممكن ياكله يبقى قد ايه. زي ما انتم شايفين اهو العيش الفينو اللي هو صغير مش الكبير، والكميات فيه بصراحه حلوه يعني، والاكل حلو جدا ونضيف. وطبعا هو معروف في السويس، يعني مش مثلا مكان مش معروف، لا هو معروف في السويس واكله حلو قوي. وطبعا ده اجيال، يعني كان اولاد وارث دوت وقبليه كان اللي هم تقريبا اجيال بيسلموا بعض. فالمحل ده محل عتيق في السويس يعني. فما شاء الله حلو قوي. كنا بصراحه كنا محتاجين تغيير عن اكل بقى الشاورما والفراخ من بره والحاجات دي، كنا محتاجين حاجه نغير بيها. فعشان كده بقى دخلنا عند اولاد وارث. المهم بقى ده قبل ما نروح الكافيه،
كنا محتاجين بعد بقى الجمبري والصوبيا اللي احنا ضربناهم دي، كنا محتاجين بقى نشرب عصير قصب كده لحد ما نروح الكافيه ونشوف هنعمل ايه بقى اليوم. هنا بقى كنا بالليل خالص بعد ما روحت بقى من كل اليوم دوت، لقيت كده الحاجات دي مستنياني، كان في حد كده جايبها لي بصراحة. انا الفريسكا دي بالنسبة لي كده ليها علامة مميزة جوايا، لاني بابايا الله يرحمه كان دايما بيجيبها لي. فانا بشوف الفريسكا دي بتخيل بابا على طول اللي جايبها لي، فليها حب خاص كده عندي. ربنا يرحمه يا رب، يرحم جميع امواتنا. المهم بقى نهيت اليوم بتاعي بالحاجات الحلوه دي والسفن الساقعه. فكان اليوم الحمد لله الحمد لله ختم على خير وختم حلو، واتبسطت في اليوم ده جدا. بس كده الفيديو بتاعي خلص، يا رب يكون عجبكم واتبسطتوا معايا النهارده وقضيت يوم حلو كده في السويس. استنوني بقى الفيديو الجاي، ما تنسوش اللايك واشتراك في القناه بتاع علي حلو زيكم. مع الف سلامه حبايب قلبي في حفظ الله.